الثقافة الجنسية. سكس إديوكيشن واحدة من التوبكس اللي ليها هيبة كده في بيوتنا. يميل البعض مش الكل ان هو يتجنب انه يتكلم عنها. بنقلق هنقول ايه، نفسنا يمكن كأهالي نتكلم عن المواضيع دي ونقول الفرق ما بين الولد والبنت. ليه مهم نسمي جسم الولد بكل الاورجنز اللي فيه بأساميها، وجسم البنت بكل الاورجنز اللي فيها بأساميها، وتميل ثقافتنا انه تخبي حتة ليها علاقة بالأسماء، او ان احنا نتكلم عن المناطق الخاصة في جسم الولد والبنت، مش عشان حاجة غير بس عشان خوفا من ان احنا نقول معلومات زيادة عن سنهم، او نتكلم بطريقة مش مناسبة ليهم، او نفتح عينيهم، او يروحوا يقولوا الحاجات دي لاصحابهم في المدرسة او في النادي او في الحضانة، او فيبقى حاجات عيب ما يصحش نتكلم فيها. احنا يعني في سيف وي بيليف انه توبكس زي التحرش الجنسي، زي التنمر، زي الثقافة الجنسية، زي التعبير عن المشاعر، واكتر من 10 توبكس بنكفر في سيف، كلها مواضيع مهمة جدا وتوبكس احنا لازم في البيوت نفتحها ونتكلم عنها ونغطيها، وتكون مصدر المعلومة جاية مننا. ودايما بنقول كده انه في المعلومات اللي تخص حاجات زي كده هيسألوا وهيدوروا. فخلونا كده إن جالك الغصب اعمله بجميلة، نكون احنا أذكى وأسرع وجاهزين بالإجابات، ونفضل احنا مصدر المعلومة لأولادنا وبناتنا. فكرة التحرش الجنسي وحماية الأطفال من إن هم يبقوا بيتعرضوا لخطر بنتكلم فيها بقى لنا 12 سنة في سيف، على نطاق واسع جدا جوه مصر وبره مصر. الثقافة الجنسية واحدة من التوبكس اللي كانت طول الوقت على الأجندة بتاعتنا كتيم. ومن سنة ونص تقريبا، صح؟ من سنة ونص تقريبا او من سنة و9 شهور كده، اكتر تلاقي داخلين على سنتين، حصل موقف انا فاكره كويس قوي وفارق لي في السيزون ده، نحكي لكم خلف الاسوار، يعني انتوا عارفين القصه. انه انا فاكره كنت راكبه العربيه وكلمت ماي منتور في التليفون، وقلت لها انا نفسي نعمل حاجه ليها علاقه بالثقافه المصريه بتاعتنا والبيليف بتاعنا وراء انه الراجل والست ربنا خلقهم عشان لو حبوا يتجوزوا بعض ويجيبوا اطفال ويكونوا هما الصورة اللي موجودة على الارض. وكان الموضوع محير انه هنقول ايه، هنكتب ايه، هنوصل معلومة ازاي، هنفتح عينين الولاد ولا لا، هنعمل كتاب ولا نعمل سيريز، هنعمل افلام ولا نعمل كرتون ولا نعمل كتب. كان حتى وقتها مش عارفين احنا هنعمل ايه. وفاكره كويس قوي ان انا رسيت على الفيجن كده اللي انا عارفه ان انا عايزه اعملها، وعملت مكالمه لذيذه قوي مع مريم عزيز صديقتي، متخصصه وهي سكس ثيرابيست، معالجه نفسيه جنسيه. وقلت لها مريم عندي فكره مجنونه، خدي وقتك وفكري، ما تيجي نعمل مع بعض بروجكت عن الثقافه الجنسيه للاطفال، ويبقى كيتس كده، كيت للسن الصغير من 0 to 4، ونعمل السن الاكبر والسن الاكبر والسن الاكبر، ونتكلم عن كل حاجه، نتكلم عن الجنس، ونتكلم عن فرق ما بين الولد والبنت، وعن اسماء الاعضاء الجنسيه او اسماء الجسم كلها. يعني خدي وقتك وفكري. وانا فاكره كويس قوي لي انا معاكي، انا مش محتاجه افكر. وكانت دي بدايه البروجكت اللي انا فخوره جدا جدا انا وسوسة وميرا النهارده نقول لكم عليه. اتخلقت بجسم عجيب، اول كتاب في السكس اديوكيشن سيريز. الكتاب التاني هو البيبي بيجي منين، وده سؤال كل الاطفال بتساله. في كتابين في السكه، التالت بيترسم والرابع جاي في الطريق. وكل الكتب دي بتغطي من 0 ل 15 سنه. اهلا بيك يا سوسة، اهلا بيك يا ميرا في حلقه جديده من حلقات بلاي وذ سيف. ايه الموضوع؟ ايه الصمت ده؟ ايه الموضوع؟ اسالوني او اسالكم. اتخلقت بجسم عجيب هو الكتاب المقدمه للسيريز، للثلاث كتب اللي بعده. في هنا بنفتح الكتاب ونفتح تاني. احكوا لنا عن الصفحه اللي مخبيينها دي، مش عارفه باينه للناس ولا لا، يعني كده وبعدين كده وبعدين مخبيينها عشان دي مسج للبيرنتس. قولوا لنا يعني، سوسة قولي لي، في 4 ردود فعل للاهالي لما الطفل بيجي يسال عن
حاجة تخص الثقافة الجنسية، اسم الأعضاء الجنسية أو التناسلية، البيبي بيجي منين، ليه بابا وماما بيبوسوا بعض، ايه اللي بيحصل، ليه بتقفلوا على نفسكم الأوضة. وممكن يبقى مش فاهم حاجة فيش حاجة بتحصل في لحظتها، بس هو مش فاهم ليه أنا في سرير أو أخويا في السرير، ليه كل واحد فينا في أوضة وانتوا في أوضة والسرير ده، لو مش كلنا في أوضة واحدة. ودي حاجة احنا فاهمينها ومتفاهمينها. قوليلنا الردود الأربعة المتعارف عليها، قوليلنا 2 وميرا تقول لنا 2. اوكي، ميرا نديكي ايه؟ احنا بادين كده في الرساله بتاعت الاهالي بنقول انه احنا وي فاليديت الرد الفعل ده. احنا عارفين ان اوقات كتير قوي ده اللي بيطلع مننا. فاول واحد يا اما بنتجنب خالص، فيا اما انا مش عارف هرد ازاي، مش فاهم، حاسس لا مش وقته لاسباب كتيره قوي. فممكن اقول مش وقته الموضوع ده دلوقتي، طب هنتكلم بعدين، او انا مشغول دلوقتي حتى، صح؟ يعني بنشتت الموضوع كده لحد ما شوف بقى لما يقولوا المره الجايه هبقى اعمل ايه. يعني أوكي. ياخد وقت افكر فيه. بس مش بقى سوري يا سوس على المقاطعه، بس مشكلتي في ده اني ما بقولوش هرد عليك. يعني لو انا قلت له سؤال صح قوي، طب خليني افكر فيه وارجع لك، ده الصح. صح. الغلط انه او المتعارف عليه اللي مش بنشجعه قوي هو اغلوش. بالظبط. حاجة تانية ساعات بنعملها، بنهنج ومش بنكون عارفين نعمل ايه فبنسكت شوية. بنتوتر، بيبان علينا لخبطة يعني on spot. طبعا لما يجي لي السؤال فبتوتر، فأقرر طب روح اسأل بابا السؤال ده، يعني صح. أبعده بقى في حتة او لو بابا اتسأل روحي اسألي ماما. بالظبط مثلا. دول التوب 2. في 3 و4 توب برضه. ايوه يا ميرا بقى. يا اما بنزعق مثلا، عيب الولاد ما بيتكلموش في الحاجه، او البنت المؤدبه ما بتتكلمش صح. في الحاجات دي. او بنقول او ازاي، يعني ازاي تتكلم لو ولد بقى، لو بوي يا ده انت بقى كده هتطلع يعني صايع وفاهم اللي فيها يعني. والحاجه التانية الرابعه انه بنقول اي حاجه بقى، اي كلام. جيت بقى زي صحابنا دكاتره، مش عارفه لا هناك على باب الجامعه حاجات زي كده. جيت غلطه طبعا كتير قوي يعني. صح. فردود غلط ومش منطقيه. والجيل ده هيجوجلت لو او هيسال حد من اصحابه. والرساله دي للاهالي ولمقدمي الرعايه، عشان البروجرام بتاع سكس اديوكيشن ده بنديه للمدارس والحضانات يعني انستتيوشنز اللي بتشتغل مع اطفال عشان يبقوا واعيين. فالكير جيفرز محتاجين كمان يبقوا عارفين المعلومه دي. من خلال الكتاب الاولاني اللي هو اتخلقت بجسم عجيب، يعني هقول لكم المين مسجز ونفكر مع بعض في questions related للموضوع ده. مهم قوي انه يعني دوز اند دونتس كده، انه نكسر مبدأ القعدة. يعني في قعدة هنقعدها وان داي مع الولد او البنت نتكلم فيه معاه عن الجنس، ده عكس اللي احنا بنقوله في البروجرام ده، في الثقافة الجنسية بروجرام. ان هي عيشة بتبتدي من بغير دايبرز فبخلي بالي ما بغيرلوش قدام مصر كلها ومش اي حد بيغير له، او اضطريت اغير فبحط فوطه بنتزنق كلنا على البحر، بنتزنق في العزايم، بنتزنق بره، بنتزنق، مفيش مشكله، بس بعملها ازاي؟ ودي اول نقطه عندي، انه بتكلم عن الحاجات gradually واحده واحده. في مواقف في الحياه ممكن اعدي بيها تبقى فرصه لذيذه امنشن الموضوع. الحاجة التانية لما بتكلم مش بتكلم بشيمينج لانجوج، بخزي كده. دي بقى الحتة العيب. او لما البنت تبقى قاعدة فاتحة رجليها عايزاها تقفل رجليها فاعملها بطريقة فيها اللي هو يع مثلا او كده رعب. فاللي يوصل لها مش زي القرف اللي بقول بيه جملة اقفلي بقك وانتي بتاكلي. انا محتاجة في دي وفي دي اعملها بطريقة لذيذة وصح، مش كيوت يعني بس طبيعية، واقفلي نفس عشان هي نفس الكونسبت. فدي تاني حاجة مهمة قوي بالنسبة لي في الفكرة اللي ورا الثقافة الجنسية للولاد والبنات، انه ما استناش سن معين، وما فيش ان بابا لازم يتكلم على الولد وماما بتتكلم على البنت. ممكن انا اتكلم على الولد او البنت وبابا يعمل نفس الحاجة، ولو بابا موجود يعمل ده، دي حاجة بتبقى جميلة. ولو مش موجود for any reason، بسبب النهاردة وجود أسر كتيرة يا divorced يا separated، أو بابا for any reason مش موجود، وممكن ماما تبقى متوفية أو مش موجودة، يبقى في الرسالة جوه كده جوه البيت من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عنها. اتخلقت بجسم عجيب بيعدي على المبادئ دي، بيعدي على السنان وعلى الجهاز العصبي وعلى الجهاز الهضمي، وكأنه تدريجيا ماشي كده
يوعي لغايه ما بنوصل للصفحات الحساسه. صح يا سوسة؟ الصفحات الحساسه ايه يا ميرا بقى؟ ان مشكلتها ايه؟ يعني ليه الناس ممكن تتخض من ان احنا حاطين صوره ولد وبنت بالمناطق الخاصه ومسميين بينس وفالفا للولد وللبنت؟ ليه ممكن الاهالي تتخض؟ متهيألي ان احنا لسه عندنا ثقافه بتاعت العيب، يعني لسه عندنا انه عيب نقول اسمها، وعيب نتكلم عليها، وعيب نشو ده ويبقى متشاف، لانه واحنا احنا بنحاول نكسر ده، فنقول هي برايفت بس مش عيب. بس فده بيخض الناس قوي، بتبقى حاسه ازاي هوري له حد مش شبهه، وازاي هيشوفها في صوره وازاي يشوف حد مش لابس. ما ده بقى يعني حاجه طبعا فاتح عينه بالظبط. وهنا احنا قصدنا ما نحطش ملامح للولد والبنت عشان وشعرهم يبقى مختلف عن سيف وسلمى، عشان ما يحسوش ان احنا قلعنا يعني سيف وسلمى. احنا بنقول ده ولد ودي بنت من غير ملامح، بس مهم يفهم الفرق، ومهم يبقى عارف الولد غير البنت. اسم العضو عند الولد اسمه القضيب او البينس، ونفس الحاجه عند البنت اسمها الفرج او الفالفا. وبنشجع الناس مع كل صعوبه في اللي انا بطلبه ده ان ما نسميهمش اسماء توتو لولو فوفو، لانه بنقعد نقوله ده بنقوله من 12 سنه في سيشنز التحرش الجنسي. لو اتغير الاسم مش هعرف، لو الاسم فيه حاجه مش مظبوطه مش هعرف. فلما بسمي الاسماء اول حاجه بايدنتيفاي الجزء ده في الجسم، بعرف ان ده ايد عين مناخير بق، في تعريف ليه. الحاجه التانية بعرف ان لو الاسم اتغير ان في حد قال له اسم تاني، لكن لو قال لي لولو بدل فوفو ممكن ما اخدش بالي، ممكن حد تاني ما ياخدش باله. لكن لو متعارف عليه بنخاف، وانا مع الخوف دي ان حد من عيالنا يروح يقول بقى، ما احنا دي من الحاجات اللي بنعلمها لهم، دي ديسكشن برايفت زي ما البرايفت بارتس برايفت، فدي معانا كده ما بيننا. مش ولما بقولها ما بقولهاش بطريقه اوعى تقول لحد، لا بقولها بطريقه this is a private discussion. انا فاكره كويس قوي وانا بتكلم في الموضوع ده قلت كده لبنتي انه دي ديسكشن كل ماما هتبقى عايزه تتكلم فيها، او كل بيت هيبقى عايز يتكلم فيها مع اولاده، بس الموضوع انتهى. فدي واحده من الحاجات اللي كانت مهمه قوي ان تاكل في الكتاب. بحس انه فكره اتخلقت بجسم عجيب، ان فعلا احنا اتخلقنا بجسم عجيب، ودي فاونديشن المرحله بقى اللي جايه. ليه سميناه سنه ل4 سنين؟ صح مظبوط. اوكي. ليه سميناه البيبي بيجي منين يا سوس؟ انا ما عايزه بس اقف هنا واقفه واقول اسامي دكتوره ميرات واستاذه يوستينا في الكتاب، لانه انا كتبته انا ومريم عزيز، بس ميرات دكتوره ميرات ويوستينا وساره وكارول معايا انا ومريم عزيز اشتغلنا على البروجكت ده، وهو يفضل غالي على قلبي لان احنا كلنا اشتغلنا فيه مع بعض، ودي حاجه كبيره قوي قوي. رانيا حسين امين واحده من المفضلين بالنسبه لي جدا في كتب الاطفال، رجعته لنا لغويا عشان كان نفسنا نعمله بالعربي البسيط فيبقى بيوصل اكتر لكل الناس اللي بتتكلم عربي جوه مصر وبره مصر. وانتظروا المترجم ان شاء الله قريب. قولي لي يا ميرا سوسة، ليه سميناه البيبي بيجي منين؟ يعني لما احنا كنا بنفكر ايه اكتر حاجه بتيجي على دماغ الاطفال في الوقت ده بيبقوا عايزين يعرفوا ايه، فهي اكتر سؤال جه في دماغنا انه هو البيبي بيجي منين. صح. بنشوف اطفال، بنشوف ام حامل، بنشوف ام بترضع، بنشوف ام شايله. صح. فبيبقى اول سؤال، وده اللي بيفتح برضو بدايه كده بيزكس، البيبي في الاول بيجي منين. عشان كده سميناه هو البيبي بيجي منين. صح. واسمه يعني بالنسبه لنا كبيرنتس غالبا بنتسأله مش بنهنج، بنعمل الرقم من الإجابة من الإجابات اللي احنا قلناها في الأول. ميرا، واحنا شغالين على الأويرنس اللي بنعملها في الحضانات مثلا، لما نزلنا مثلا حضانات وديليفرد البروجرام أو المدارس، شفتي ايه قلق من المدرسين مش من الأهالي؟ انه يمشي يقول لباقي اصحابه في الكلاس الحضانه دي كانت حاجه فيري كومن، انه شفت هم نفسهم قد ايه مش تقيله قوي نفتح ونقول ونكسر احنا كمان، ان احنا نبتدي نوعي الولاد ونعلمهم يعني عن
عن البرايفت بارتس باساميها وكده. فدول كانوا 2 من التحديات اللي كانت قوي يعني في الحضانات. واحنا سوري يا سوس تقولي. لا خالص. وناس يعني حتى احنا نفسنا يعني احنا دارسين وعارفين صح. كويس قوي انه دي حاجة مهمة ودي حاجة أيوة. لازم يبقوا يتعلموها، بس برضو من اللي احنا اتربينا فيه وكبرنا فيه برضو في هيبة كده، لانه هقولها كده عادي. صح. يعني كان ده السؤال دايما بيتقال، هو انا يعني كده. ايوه فاكره لما كنا بنبقى قاعدين مع مريم ونقعد نفكر في ردود فعل الناس كمان، واحنا ناخد الحاجات ونبلعها يعني. قولي لي حاجه من الحاجات اللي سمعتي، مين فئات استغربتي ان هم اشتروا الكتاب مثلا؟ فاكره ولا لا؟ فاكره احنا جالنا ريبورت في وقت عن الناس اللي اشترت الكتب واتفاجئنا من حاجه. مش قصدي امتحنك ده امتحان. ده امتحان، لا مش قصدي، بس فاكره لما اتفاجئنا انه معظم السنجلز اللي ما عندهمش ولاد هم اللي بيشتروا الكتب، لانه ما عندهمش المعلومات وما يعرفوش وما تقالتش اسامي قدامهم، ولان البيبي بيجي منين تفصيلي شويه. يعني احنا بنخش في الكتاب عن فكره ان سلمى بتسال بيبي بيجي منين، فماما لذيذه قوي بتسيب المواعين وبتبص لها فتبتدي تقول لها الفلفل بيجي منين، فتقول لها من السوبر ماركت، تقول لها لا قبل السوبر ماركت. ونبتدي نشرح فكره البذره والتربه، وان البذره بتخش في التربه وبتطلع واحده واحده شجره او زرعه تطلع لنا الفلفل. ونقول بقى فكره ان نفس الحاجه بتحصل مع ماما، ان البذره بتروح لها، وبنوصف بقى جوه البطن ازاي. وهنا فكره عرفتي منين ان سلمى بنت. وبعدين مثلا معلومه بتبقى جديده ليها علاقه بالحبل السوري، اللي بيبقى سؤال عند الاطفال بياكلوا ازاي. وانا فاكره ان في السؤال من الاسئله هناك خالص في اخر الكتاب سلمى بتتفاجئ ان البيبي مش بياكل رز ملوخيه. ومعلومات علميه وطبيه مهمه ليها علاقه بالسونار، وانه ازاي بنعرف الجندر بتاع البيبي في السونار. وفي حاجه خبيثه عاملينها على بابا في السيريز، تقولي لنا يا ميرا؟ قولي لنا بابا في السيريز ده ايه موقفه من اول الكتاب اول كتاب مفاجاه. ايوه من اول اتخلقت بجسم عجيب. صح. بابا واقف في المطبخ. ايوه بابا أول حاجة موجود مشارك. وبيطبخ يس يعني. وكملي لنا بقى. بابا موجود في الصورة بشكل كبير ومشارك وواقف في المطبخ وبيجيب الكتاب وبيحكي مع الولاد وبيقول معلومات في النص معاهم في الكتاب. عايز تقولي حاجة سارة؟ لا يعني عايزه اقول انه في ثقافتنا بننخدع ان في توبكس تخص الام، وانا عايزه اقول النهارده لا مش حقيقي. انا حكيت لكم واحنا بنحضر في البروجكت ده، انا بابايا، انا مامتي اتكلمت معايا وكانت بتتكلم معايا، بس انا بابايا اتكلم معايا في حاجات تخص الحاجات دي كلها، وانا بالنسبه لي كنتش حاسه باحراج، وكنت حاسه دي حاجه حلوه قوي انه اسمعها منك وتبقى الدسكشن دي ما بيننا. فبحس انه النهارده بقى ده كان من كذا سنه 20 سنه 25 سنه، فلو النهارده احنا عندنا كل الوعي كل الثقافه متاحه للاباء وللامهات، دي فرصه هايله انه يبقى بيطلع التوبيك ده منهم، مش بس من ماما او روحي اتكلمي مع ماما في الحاجات دي تخص ماما. ودي نفسي تبقى، وده حصل انه كان نفسنا وكنا قاصدين في الكتاب نكسر الستيريوتايبنج ده، انه مش دي التوبكس اللي ماما بس اللي بتتكلم عنها. كنت بقول انه فكره الكتاب وتفاصيله اللي ليها علاقه بالولاده وانواع الولاده، سواء كانت السي سكشن او اللي بشكل طبيعي، وفاهمين الاثنين طبيعيين، عشان ما نوت شيم او نبليم او نليبل الام اللي ولدت طبيعي او ما ولدتش. حتى الرضاعه مذكوره في الكتاب، ممكن تبقى ببطن وممكن تبقى بريست فيدنج. حاسه انه ازاي ده يا سوسه في التوبيك بتاع سيف كمان بتاع التحرش الجنسي مكمل الصوره. ممكن تقولي لي الكومبو ده؟ دايما اكشلي الناس بتسال ايه يعني ايه الفرق ما بينهم، انا أيوة. اجيب ده ولا اجيب ده، اللي هو انا غالي بتاع التحرش الجنسي غالي. ولا السكس اديوكيشن. بالظبط. بس الفكره ما بينهم احنا في السكس اديوكيشن، حتى في ناس برضو بتقول طب انا طفلي او يعني عندي طفل اكبر من 4 سنين فهجيب له ايه الاول وهتكلم على ايه الاول.
فدايما بيقولوا الكتاب ده is a basic لما احنا بنيجي نتكلم عن لو انا لسه ما عملناش الثقافة دي حتى لو هو كبر شوية، ان انا اعرف اسمي المناطق الخاصة زي ما كنتي بتقولي. فانا هنا بس بعرف بدي بدي انه يبقى اسمه شيء ما يكونش حاجة مبهمة صح. مش معروفة ما بنتكلمش عنها. انا حتى علاقتي بجسمي بتبقى مذبذبة ومش مفهومة الجزء ده بعمله ازاي، اسمه ايه، هو فين. يعني اي حاجه مش متسميه هي ملهاش هويه خلاص صح. فاكننا هنا بس بنقول انه لا احنا بنديها هويه عشان بعد كده ابقى بدافع عنها لما حد يجي يكسر حدودي في التحرش الجنسي فانا غالي. فهم الاتنين طبعا بيكملوا بعض، بس انا يعني الاهداف منهم صح. مختلفين شويه في حته هنا بس بدي هوية لجسمي اللي ممكن ما نبقى مش مسمينه، وهنا بتعرف ازاي بقى اللي انا عرفته ده وازاي اللي انا قدرته وفهمت انه مهم وانه خاص جدا بيا ازاي بقى دافع عنه لما يحصل حاجة. ايوه ميرا، في التريننجز اللي بننزلها في للتينيجرز مشكلة السيلف ايميج والبودي ايميج والتأثير بتاع السوشيال ميديا والفيديوز اللي بتنزل، يعني قوليلي اكتر ونفسي الناس تسمع. بنسمع قصص عاملة ازاي؟ يعني هل هي ببساطة احساس بعض البيرنتس يعني ايه تينيجر هيبقى عندها ايه مشكلة شعرها مثلا كان نفسها يبقى كذا بقى كذا، اللي عينيها مش ملونة او ملونة وكان كده يبقى عادي خلاص يعني، ولا الموضوع كبير؟ ساعات بنعمل اكتيفيتي مع المراهقين عشان في جوه التدريب بتاعنا فبيكتبوا عن نفسهم حاجات ويحطوها في ورقه ويكرمشوها. لما بنرجع نفلتر ونبقى عايزين نعرف المراهقين واصلين فين ونشوفه بنقرا كلام بصراحه زي ايه يا مير؟ انا وحشه قوي او انا زباله قوي، ده منظر محدش بيحبني محدش شايفني، ومش بنبقى متخيلين انه غالبا هم في بالهم عندهم كل الحاجات دي عن نفسهم او شايفين عن نفسهم بالطريقه دي. بس بصراحه بيبقى مفاجئ قوي لينا وبس بيزقنا ان احنا عايزين نوصل لهم اكتر، نعمل معاهم حاجات اكتر. لما بتقولي كده ببقى حاسه انه جواهم ده وحاسين بيه وعايشين بيه وشايلين ده وحلو لو انا بيرنت فهم عيالي واقفين فين في الحته دي. ودايما بنشجع الناس تطلب مساعده بروفيشنال من ناس متخصصه، عشان وارد قوي تحدي السيلف ايميج والبودي ايميج يبقى موجود كومن قوي في سن المراهقه، بس يمكن محدش بيتكلم عنه، محدش بيقول عنه حاجه. فكره ادراك البيرنتس عن المعلومات يا سوسة والانستيتيوشنز، مدارس حضانات او كده او نوادي، او فكره انه الثقافه دي محتاجه ننشرها. تفتكري ليه بتحس مثلا على في الموضوع ده بالذات ان الاماكن حاسه يعني انا مالي، يعني ده سكس اديوكيشن كمدرسه او كحضانه، ده بابا ومامته بقى هم حرين لو عايزين يودوا الولد في الحته دي او البنت ويكلموهم براحتهم. ليه تفتكري الانستيتيوشنز بتريزيست حته الثقافه الجنسيه كبارت اوف البروجرام اللي المدرسين محتاجين يبقوا فاهمينه او عارفين عنه؟ اعتقد في جزء مثلا ممكن يبقى انه هو في حاجات كتيرة قوي اهم من كده، مش ده المهم دلوقتي. يعني احنا جملة دايما اللي هو احنا تربينا من غير الحاجات دي، احنا كبرنا وادينا هو عادي صح. اللي هو بتتقال دايما انه ايه يعني هيفرق في ايه لو انا اهتميت بالحتة دي دلوقتي، في حاجات كتيرة قوي، في تنمر وفي دراسة اصلا وفي كده، فبتبقى الحتة دي مهمشة شوية صح، سواء كان تحرش جنسي او ثقافة جنسية الاثنين يعني بالظبط صح قوي. وفي الجزء طبعا اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو برضو لسه فيه تابو معين بتاع ما عنديش الثقة الكافية ان انا هتكلم في الموضوع ده انا نفسي. ممكن مش عارفين ازاي، خايفين من الاسئلة اللي ممكن تيجي، طب هكمل الحوار ازاي، طب ارد ازاي. يعني بيبقى فيه جزء برضو شوية خوف اللي هو ان انا حتى ان انا كشخص اخد الانيشيتيف او الستيب الاولانيه دي. عايزه اضيف كمان على انتي بتقوليه يا سوسة انه واحده من المشاكل ان المقدمين الرعايه بيقابلوها سواء مدرسين في مدارس او في حضانات هو خوفهم من الاهل. يعني ممكن الاهل حاسه مش هتكلم خالص عن الموضوع ده، ممكن الاهل بتبقى عايزه تتكلم بس
مش عارفه اللي هيتقال ايه. اللي انا بحسه مهم لمقدمي رعايه، مدرسين، اخصائيين نفسيين واجتماعيين وكده، انه مش لازم تاخدوا البروجرام عشان تتكلم فيه مع الاطفال، انت بتاخد البروجرام عشان تبقى فاهم ودريان بحاجات توبكس مهمه جدا هتقابلها في الفصل. هتقابل الطفل اللي بيحط ايده في البرايفت بارتس بتاعته، او بيتمارس العاده السريه، او بيلمس اطفال تانيين زي ما قلنا في فنغالي في البروجرام بتاع التحرش الجنسي، او بيسال اسئله ليها علاقه بالفرق ما بين الولد والبنت، او الجواز او الخلفه. فعلى الاقل يبقى عندك كده الردود المبدئيه الصح، او ممكن تقول له اسال بابا وماما وما تقولش الردود الغلط اللي احنا مش عايزينك تقولها. فمهم قوي فكره الفلتر والوعي لينا احنا كبالغين عشان ارد ردود مظبوطه. صح، ابقى انا دايما مستعد عامه، يعني مش لازم صح. لما يجي يسال ابتدي اشوف انا ازاي هرد بقى. يعني ممكن في ناس بتقول هو لما لسه مش في تحصل. دماغه، صح. لما تحصل ابقى اشوف. مم. بس مهم قوي زي ما بتقولي ان انا ابقى معايا كده الاجابات، ابقى فاهم لما تبوب اب فيك برضو طرق تانية احنا بنعملها، انه طب وات اف هو ما جاش سال، أيوة. انا ازاي اخش له بطريقه مناسبه. فمهم ان انا يبقى اوريدي متوعي عشان جاست ان كيس اي وقت حصل ابقى انا عارف اعمل ايه. مهم قوي الحته بتاعت احنا كبارنتس مش بنستناهم يسالوا، ولو السن عدى وهو ما سالش عن حاجات كان لازم المرحله العمريه دي يتعلم عنها، انا اللي باخد المبادره واروح اكلمه وافتح معاه الموضوع. عشان كده التولز موجوده والكتب موجوده تساعد كل البيرنتس انها توعي اكتر عن ده. يعني تاني البروجرام ده يعني كأنه كده ايه زي برضو كده تحدي العيلة. جروب كبير من الناس قعد واشتغل وفكرنا وحلمنا وطورنا فيه عشان يطلع برودكت فعلا يفرق مع الناس، مع كل اللي بيتكلموا عربي جوه مصر وبره مصر. تقدروا تجيبوا كتب الثقافة الجنسية، عملناها بالشراكة مع مريم عزيز وسيف تيم الجامدين قوي. وعايزة بقى تبعديها يبقى سؤال محرج شويه، اكتبوا لنا في الكومنتس اكتر الخرافات اللي سمعتوها على جسمنا او البيبي بيجي منين. لو مش محرجين اكتبوها لنا في المسجز في الكومنتس، لو محرجين ابعتوها لنا كدي ام وقولوا لنا ليه مهم نوعي ولادنا وبناتنا عن الثقافه الجنسيه. نشوفكم في حلقات تانية. Thank you.